معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت. بيبقى في ذكريات كده بتفكرنا بحاجة، بنخرج خروجة بنحتفظ مثلا بتيكت سينما، بنخرج خروجة وكان فيها مثلا ورق شوكولاتة، حاجات بتبقى عبيطة جدا وبسيطة قوي، ولكن بالنسبة لنا بتكون كبيرة، او بالنسبة للشخص اللي اداها لنا. يعني بيكون في ذكرى كده جوانا بالنسبة للشيء اللي معانا ده اللي احنا محتفظين بيه، بيكون جوانا مكان للشخص ده. انا لازم احتفظ بالحاجة اللي هو اداهالي دي. عندك الفكرة دي ولا؟ والله برمي اول باول بصراحة. لا بجد اي حاجة بصراحة، ما تهزرش. ما تخلينيش بقى اقول لا. هقولك على حاجة، الحاجات الوحيدة اللي فعلا كده اللي بتحمل ذكريات كبيرة جدا، ولما بتخبط فيها صدفة ببسط باخدها معايا وانا مروح لما ببقى عند والدتي. ايوه، وسلام على امي لو بتتفرج علينا. اهلا يا طنط. لما ببقى عند والدتي ووالدي في البيت والاقي الحاجات اللي كانت بتخصني وانا صغير، يعني لسه الاقي مثلا اورج صغير كنت بلعب بيه وانا صغير كده، كان ممتع جدا جدا بالنسبه لي. الشخصيه انت بقى بس تبقى حاجه لذيذه جدا بصراحه جدا. انما حد لا، يعني اول لما الحد ده بيروح باي الحاجه كمان بتروح باي. لا يعني هقول لك حاجه يعني بص مش حاجه، يعني مش شرط يكون شخص اكس او لكده، يعني لو دبدوب وجبت يا عم مش سندوتشات وجبت. مش ده اللي بتكلم فيه. اتفضل. بنتكلم في ايه؟ ان انت دلوقتي let's say خرجت مع حد من صحابك، حد اللي هو من صحابك القريبين قوي يعني، وماشي اوكي، فبتحس ان هو الخروجه دي كانت meaningful قوي، اللي هو كان بالنسبه لك حلوه واتبسطت جدا. فهحتفظ بايه؟ ريسيت الفاليه بقى بتاع الباركينج ولا ايه اللي هحتفظ بيه؟ شاوري لي على حاجه ممكن احتفظ بيها. هقول لك حاجه، تيكت سينما، ما هو ده اللي ماتش بالظبط، تيكتس الماتشات. خرجت مثلا كونسرت، رحت حفله مع الشخص ده، واللي هو ممكن يكون جروب صحاب. حصل ايوه كده. شفتي لما بتوضحي لي وتشرحي لي المواضيع الدنيا بتبقى سهله وعندي اجابات. انا في الاول انت كنت نايم بقى. لا والله كنت مريح بس جنبك شويه، بس افتكرت هو ده الموضوع. المهم يعني لو ده الموضوع انا عندي اجابات تانية بقى خالص. طب ايه بقى؟ عندي لحد النهارده تيكتس حفله مارون 5 لايف ات ذا بيراميدز. تحفه. يس. طب ما دي ميموري تحفه يعني. محتفظ بيها ومعتز بيها جدا. وعندي كمان الجيتار بيك البلاست بتاع اللي هم بيعزفوا بيها الجيتار دي، بتاعه ادم ليفين نفسه. تحفه. رميها من على الستيج. ما تهزرش. والله. وانت اللي اخدتها. بس بعد فايت كبير جدا تحت رجلين الناس بقى، وفي الاهرامات ورمله وصحراء، بس عرفت اجيبها الحمد لله. فانا محتفظ بيهم لحد النهارده. لا برافو بصراحه. ما تقولي لنا انت ذكريات. لا ده انا عندي ذكريات قوي. معاكي حاجه مخبيها النهارده هنا في الحلقه؟ لا انا عندي بوكسز، مش بوكس واحد، بوكسز كتير قوي في البيت، وفيها كذا حاجه. يعني مثلا شكراكيب بقى عنب. انا والله العظيم مامتي هتطردني من البيت. انت بتعملي اعاده تدوير للاشياء؟ لا انا بفضل محتفظه بيها. يعني انا بالنسبه لي الذكرى برطمان المربى بنعمل فيه مخلل والكلام ده. لا بنعمل مخلل. لا يبقى بتعملي وعلبه الايس كريم يبقى فيها مخلل برضه. ما اعرفش المخلل عامل لنا ازمه في البيت عامه. دايما البيوت كلها يكون في علبه فاضيه، عايزين مكان نخلل فيه يا جماعه ارجوكم. لا بس بجد بيكون في بوكسز كده كتير لسفريه سافرتها مثلا، يعني السينيور تريب مثلا. طبعا هتقول لي ايه ده تاني كده؟ معلش معلش والله اندمجت بس في الواتساب. معلش تاني والله كمان مره. سفريه بتاعه المدرسه اسمها ايه بقى؟ سينيور تريب. سينيور تريب. شفت بقى؟ طبعا طيب. بتاعت السينيورز بالظبط. فدي لا دي بوكس بحاله. أيوة يعني دي لازم مثلا. وكان ايه البوكس؟ ايه مكوناته يعني؟ لا بواقي علب التونه مثلا اللي كانت معاكم في الرحله؟ ما تهزرش بقى والله بجد. ايه اللي كان معاكم في الرحله؟ ما تقولي لي. يعني مثلا الفلايت تيكت مثلا. صلى على النبي، ده كان رحله خارجيه كمان. حصل يا جماعه بقى احنا في ليفل تاني خالص. بس بصراحه الصور برضو فعلا، يعني انا بتضايق قوي لما يكون الصور اتمسحت مثلا، الباك اب راح. يعني بصراحه لما كان في هارد كوبي زمان، الصور بقى اللي بتتحمض والحاجات حلو. انا لسه عندي البومز من الهارد كوبي دي لحد دلوقتي. حلوه قوي بصراحه. يعني نقلب كده في الصفح ونلاقي صور وممكن نغير اماكنها وعادي، ومش بنعمل كده نزوم والحاجات دي. لا خالص، صور زي ما هي. فكرهم بايه؟ افكركم بحاجات ممكن نكون بنحتفظ بيها لحد دلوقتي. قد تكون في محفظه حد بيسمعنا دلوقتي، فيركن على جنب كده ويبعت لنا يقول لنا ان هو لقى الحاجه دي في المحفظه، ونتقاسم الجوائز مع بعض. الحاجه دي ممكن تكون وانت صغير المدرس او المدرسه عملت تحدي وقالت اللي هيحل صح او اللي هيجيب درجه كويسه في الامتحان ده ليه مني مكافاه، والمكافاه دي بتبقى عمله، يعني كانت بقى 5 جنيه 10 جنيه 20 جنيه ربع جنيه نص جنيه على حسب الوقت اللي كنت بتتعلم فيه حضرتك. الربع جنيه المخروم فاكر طبعا، ده كان تحفه منه ده. ايوه سلاسل اربع. نعمل بقى حفله كده. ايوه حبل مليان اربع. المهم يعني ان دي واحده من الذكريات اللي احنا ممكن نلاقيها عندنا، واكيد
بتحتفظ بمعاني كبيره جدا. يعني لو خدت المكافاه دي وممضيه كمان من المدرس بالتوفيق لتلميذي العزيز ايوه طلعت من المكان بقى صرفتها ولا شايلها في المحفظه؟ ما اعرفش بقى. دي فعلا هتبقى حاجه حلوه قوي لو احنا محتفظين بيها لحد دلوقتي. انا افتكرت حاجه كمان. شوف طول ما الحلقه شغاله هفضل افتكر في حاجات من غير ما ننسق مع بعض خالص. بس انا افتكرت انا عندي اول تليفون تاتش. مش عارف اقول البراند يعني. أيوه. بس عندي اول تليفون تاتش جبته واللي كان وقتها ظاهره. يعني كنت شغال وقتها مساعد مخرج. حلوه قوي. واول مبلغ خدته من الشغلانه دي كان مبلغ وقتها كبير. فعملت حاجتين. اشتريت الموبايل ده وكان ليتست يعني كان اول تليفون ينزل من اللي هو ده حلو من النوع اللي مش هنقوله اللي هو اللي معاكي ده. اول بس مش هنبين ولا نقول اهو. وسافرت. فدي كانت من الذكريات المهمه بصراحه مش هقدر انساها علشان اللي هو اول فلوس بمجهودك اول فلوس شغل. فجبت الحاجات اللي نفسي فيها. سافرت قعدت في شرم اسبوعين تحفه وجبت الموبايل. حلوه قوي. انا فاكره برضو اول حاجه اخدتها كان اول فلوس اخدتها برضو كنت مساعده مخرج برضو. سبحان الله. الله. ايه الكارير ده بس واحنا هاي في الراديو. كنت اخدتها كانت فلوس برضو كانت كويسه قوي بالنسبه لي. اللي هو وقتها هي ما كانتش كتيره لكن بالنسبه لي كانت حلوه قوي. اللي هو ايه ده انا اشتغلت حاجه واخدت فلوس قصادها. فكان الظرف كده طبعا الفلوس صرفتها اكيد وبعزاء بس بقى. الظرف موجود عليه اي توقيع اي حاجه عليه ومعاه الوصل الاستلام وان انت مضيتي واستلمتي المبلغ. مش الدرجه دي احنا مش في الضرايب برضه عشان لو بتتسألي بس في وقت من الاوقات عن واقول لك بقى خبراء الحيوانات بيقولوا ان القطط بتتمتع بذاكره مكانيه متطوره جدا تحفة. بتمكنها من تسجيل المعالم المرئيه والروايح والاصوات المألوفه على مسافات طويله جدا. يعني واو. اي مكان بتبقى فيه القطه هي بتسجل كل حاجه. عارفه الريحه عارفه المكان عارفاكم ومش هنساكم. انا مش هتوه. لا خطيره بصراحه. خلي بالكم ان القطط بتفتكر. لو حد عمل حاجه للقطه وفاكر انها بتنسى القطه مش هتنسى. هتفتكر وهترجع هتخربشك هتنتقم هتشوف ايا كانت الطريقه هترجع تخربشك هتنتقم بطريقه ما او باخرى. بس عامه القطط فيها حته كده ملكيه اللي هو عارف انت والله لا مش بهزر. لا هقول لك ليه علشان مش يعني التعامل مختلف تماما. الناس اللي مربيه قطه عن مربي كلب فاهمه كده اللي هو تقول لها تعالي ما بتجيش هي تنكر روحي ما بتروحش. يعني انا مش انحياز للكلاب او حاجه بس الناس اللي بتحب القطط برضو يعني انا ما عنديش مشكله معاها تمام. بس انا كنت اصلا مربيه 3 قطط عندي في البيت ماشي. ملكات بجد يعني اللي هو تعالي ايوه الله. طب بتربيها ليه بقى؟ ما هي غالبا هي اللي بتربينا صح. انا متربيه من 3 قطط قبل كده. انا اتربيت كويس بجد. طيب كانت فتره ممتعه يعني وانت بتربي قطط كنت صغيره بصراحه بس كان في اخر واحده كانت حلوه كانت كيوت قوي. اعاده تدوير الذكريات جربتوها ولا ليه اعاده ريسايكلينج يعني والله. ما انا مش بعيد هي موجوده محفوظه محتفظه بيها معايا. هقول لك انت نفسك تلاقيكي عامله اعاده تدوير للذكريات. هقول لك ازاي. بوكس كان بوكس هديه عادي وحولتيه ان هو البوكس ده بيتشال فيه الميموريز دلوقتي والكروت والصور. ده حاجه حلوه يعني اكيد ما اشتريتيش البوكس. لا هقول لك بقى يعني انا صح ممكن تكون بوكس هديه حد جاب لك فيه هديه وانت بتحط الميموريز مع الشخص ده جوه البوكس ده. بتحط الميموريز مع الشخص جوه البوكس. دي بتحطي الشخص جوه البوكس ليه؟ ميموريز الشخص هذا الشخص اللي جاب لك الميموريز دي بتحطها فيها. وقتنا مع حضراتكم بيعدي بسرعه كالعاده. باي باي. كنتم معاك في السكه مع دينا بهجت ومحمد منير.